شم النسيم وعيد الفطر على الأبواب، يلا نخلي الرنجة بنفسنا في البيت. جبت الرنجة وبسكينة تكون حامية ونحاسب على ايدينا، وبدأت أقطع الرنجة. هنقطع الرنجة كويس قوي اهي، تمام التمام. نشيل الديل ونشيل الراس. حلو الكلام، كلام جميل. هبدأ أفتح الجنبين اللي أنا قطعتهم دول كده. الرنجة بقت متفصصة قدامي نصين، هفصل النصين عن بعض بالسكينة علشان أعرف أشتغل فيها بمزاجي. هشيل البطارخ اهي واحطها على جنب. البطارخ جميلة اهي. نبدأ بقى نفتح النص الأولاني بشويش، هنمسك الجلد ونبدأ نشده. ليه؟ علشان نبقى عملنا الخلي بالطريقة التمام. في لسه حتة كانت متبقية من البطروخ شلتها، بشد الجلد وإيدي التانية ماسكة اللحمة بتاعت الرنجة. ليه؟ عشان اللحمة ما تفسخش منك وانتي بتشدي الجلد. لو ما مسكتيش اللحمة كويس اللحمة هتفسخ. هوب، الجلد اتشال اهو، واللحمة طالعة قدامنا سليمة وزي الفل. بالسكينة هشيل الأطراف دي، ولو عندك قطة اديها لها بالهنا والشفا عليها. في لسه حتة هي متبقية من البطروخ وفي شوية شوك، بشيلهم شوكة شوكة ونطول بالنا شوية علشان لما ناكل ننقنق كده واحنا مرتاحين ومبسوطين. نشيل الشوك كويس، ولو عندك ملقاط تقدري تشيلي بالملقاط. في جزء تاني اهو من الشوك طويل وبارز قوي، ودي سلسلة الظهر بشيلها الأول. أيوة، من ضغطة واحدة كده بتتشال. هوب، اتشالت. متعلق فيها حتة رنجة، باخدها وبحطها على جنب. نرمي سلسلة الظهر ونبدأ نشيل الشوك الطويل الكبير البارز. أنا شلته بإيديا، حابة تشيليه بالملقاط تمام التمام، مفيش أي مشكلة. ملقاط المطبخ طبعا، مش ملقاط حاجة تانية. الطرف ده هشيله لأنه جلد، برضو ترميه للقطة بتاعتك. تمام كده، الرنجة جاهزة. دي شريحة تانية مسكتها بطريقة تانية. مسكت الجلد وهبدأ أثبت اللحمة بتاعت الرنجة على البوردة الخشب وأشد الجلد شدة واحدة وسريعة. طلعت معايا نظيفة ولطيفة. زيت بقى وعصرة الليمون أساسي معانا في أكلة الرنجة، سواء في شم النسيم أو في عيد الفطر. وبالهنا والشفا على قلوبكم الحلوة الجميلة. العيش البلدي بقى واديله. يلا ناكل من جوه الحلة.